السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بألف خير حبايبي ومتابعيني يا رب. طبعا احنا طالعين من سنة 2022 لسنة جديدة، ان شاء الله تكون سنة خير عليكم. واللي محققش حاجة في السنة اللي احنا لسه فيها، ان شاء الله يحقق كل اللي يتمناه في السنة الجديدة 2023. يا رب تكون سنة خير علينا كلنا ويصلح حالنا كلنا وحال المسلمين جميعا. وطبعا انا ومنى طالعين مع بعض عشان نقول لكم كل سنه وانتم طيبين. طبعا كل واحد وانتم طيبين يا رب. طبعا احنا طالعين بهدف ان دي سنه عدت كلها ايام ربنا، محدش يدخلنا في قيل وقال من ناحيه الدين. احنا بنتكلم كوقت معين بنحدد بيه وقتنا، انما مش في نيتنا ان هو حاجه تانية. احنا بنتكلم على ايام معينة ربنا سبحانه وتعالى، كلها ايام ربنا، كلها لازم نعبد ربنا فيها سواء سنة ماضت او سنة جاية. اهم حاجة والاساس فيها نعبد ربنا، ودايما نساعد بعض ان احنا نعمل الصح ونشوف ايه اللي ينفع الناس او يفيدني ويفيد الناس. مينفعش اعمل حاجة تضر الناس واقول انها بتنفعني واهم حاجة انا وبس. كل حاجة بنعملها لازم نفكر فيها، هل هي شر ولا لا، هل هتفيد حد ولا هتضره. ما يبقاش كل واحد اناني بيدور على اللي هو عايزه بس. دي اهم حاجة لازم تفضل حاططها في بالك. ما ينفعش اعمل اي حاجة الا ما اكون عارف انها صح وانها ترضي ربنا. حتى لو الكلمة، لو بقول كلمة ابقى عارف بقول ايه وبقولها لمين وامتى، لان ممكن اذي بيها اللي قدامي وانا مش حاسس. منى هتقول لنا برضو هي ايه اللي اتعلمته من السنة، المفروض السنة اللي فاتت، وان شاء الله تتمنى انها تعمله السنة اللي جاية. اتفضلي يا من. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، ويا رب اللي محققش حاجة في 2022 يحققها يا رب في 23، وبالنجاح والتوفيق يا رب لاخواتي واصحابي يا رب في امتحاناتهم ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقهم. قولي لي بقى يا منى، ايه اللي انت كان نفسك تعمليه في 2022 وما عملتهوش وعايزة تعمليه في 2023؟ اني اخطط لمستقبلي، اتعلم اكلات جديدة، اكلات تمام. وحلويات كمان. عايزة تعملي اكل جديد؟ نعمله وحلويات سوا بقى ان شاء ان الله. شاء الله، وحلويات كمان يعني. انت كده هتخلي فكرة تيجي في دماغي بس مش هقولها دلوقتي. كملي يا من. اني اتعلم. انا بحب اشتغل بالشغل الخرز والحاجات دي، برضو نفسي اتطور منها برضو، اه يعني هي يعني موهبة مش ما شغل ولا شاء الله حاجة. بتحبي تعمليها يعني. اه. تمام. وكمان طبعا اخد خبرة من ميس غادة طبعا. ربنا يخليكي يا منى، ربنا يكرمك ان شاء الله. انت بكرة كمان هتبقي احسن مني كمان. انت ما شاء الله عليكي والله، مش عشان انا بجامل. هي فعلا شغالة كويس ومخها نضيف وبتعرف اهم حاجة في شغل التأسيس ده ان انت تعرف تتعامل مع الأطفال، مع الطفل. وهي فعلا بتتعامل مع الأطفال كويس وبيحبوها، وطالما حبوها خلاص بيستوعبوا منها. فدي شهادة أنا بقولها شهادة حق، وأنا طبعا أنا مش هقول حاجة هي تكون كويسة وهي وحشة. طبعا هي بمساعدة برضو ميس غادة ربنا يخليك يا قدرت ان انا حبيبتي. برضو ايه حبيبتي يا احبب منى، الاطفال فيا. ربنا يا رب يبارك فيك يا منى، يا رب. واشوفك كده ناجحة في كل حاجة انت بتحبيها، يا رب. وتبقى سنة حلوة علينا كلنا، وربنا ما يوريناش حاجة وحشة تاني الله. ان شاء الله. انا واثقة في ربنا سبحانه وتعالى انه مش هيسيبني، وان هو هيقف جنبي وهيقف مع كل واحد محتاج له. وربنا ما بينساش حد، بس الموضوع بس محتاج صبر، صبر ويقين بربنا سبحانه وتعالى. حبايبي يا ريت انتوا كمان كل واحد عنده أمنية في السنة الجديدة عايز يحققها، يا ريت تكتبوها لنا في التعليقات. وانا أمنيتي طبعا ربنا يوفق أولادي وولاد الناس كلهم في حياتهم وفي دراستهم. دي أمنية طبعا أنا بتمناها، وبتمنى ان القناة تكبر بيكم. وبتمنى ان كل واحد في الدنيا ديت شاف قناتي، لو في اي حد شاف قناتي يستفيد منها ويدعي لي. بتمنى ان انتوا تدعوا لي، وربنا يصلح حالي وحال جميع الناس وحال المسلمين جميعا يا رب. يا رب. اشوفكم على خير في حلقات جاية، ومع السلامة.
مع السلامة.